بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلول الطبية الحالية لضعف عضلة القلب؟ وايه الاحتياطات او التعليمات اللي بنقولها للمريض عشان يتبعها؟ حاليا الحقيقة الحمد لله يعتبر في ثورة طبية في مجال علاج ضعف عضلة القلب. يعني جايز من 5-6 سنين أو هنقول 10 سنين ما كانش فيه حلول جذرية أو إن احنا ندي علاج يقوم يحسن عضلة القلب. كان كل اللي بنعمله علاج للأعراض، يعني المريض عنده كرشة نفس أو المريض عنده آلام بالصدر أو ورم بالأقدام، كنا بنديله العلاج المناسب ليه لتقليل العرض، ولكن ما كانش العلاج بيحسن عضلة القلب. حاليا مع الأدوية الحديثة الحمد لله بقى في أدوية موجودة دلوقتي في المتناول نقدر نجيبها، وفي خلال 3 ل6 شهور مثلا هنقول بنلاقي فرق ملحوظ في عضلة القلب أو في كفاءة عضلة القلب. ومش بس كده، الحقيقة استخدام الأدوية دي ابتدت تخلينا ما نروحش كتير العناية المركزة زي في السابق. وهل هو دواء واحد؟ لا، هو أكتر من دواء، لأن ما ينفعش آخد دواء واحد لتحسين عضلة القلب. يعني في دواء دلوقتي شهير جدا للسكر اكتشفوا إنه بيحسن عضلة القلب بشكل جيد، سواء كان الكفاءة الانقباضية أو الانبساطية. الحالتين بيتحسنوا بالحبوب دي وما بتأثرش على مستوى السكر في الدم، سواء أنت مريض سكر أو لا، بالإضافة لمثبطات البيتا ومدرات للبول عند الاحتياج. ولازم لو انت مريض ضعف عضلة القلب لازم تستشير طبيب القلب علشان تقدر تمشي بالعلاج المظبوط اللي ان شاء الله يحسنك ويحسن عضلة القلب. شكرا ليكم، ومع تمنياتي لكم بالتوفيق والصحة والسعادة. استنونا في موضوعات طبية جديدة مع كلينيدو.